حضرتك جاي تعز ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. اتأدب. تعرفي ان احنا حلوين مع بعض؟ ازاي؟ دلوقتي بقينا خالصين، انا سايكوباتي وانت سرنجاتي. بص، فكرة التعلق بحاجة وإنك تبعد عنها صعبة، وصعوبتها بتختلف من شخص للتاني على حسب درجة التعلق أو على حسب إرادة الشخص ده. التعلق ده فيه درجة من درجات الإدمان ببساطة، لأن المدمن مش بيكون قادر على التخلي عن الشيء اللي بيبسطه، الشيء اللي بيجلب له الكيف، اللي بيحسسه بالنشوة، اللي بيخليه يحس بالراحة، اللي مش قادر يوجدها من غير الشيء ده. بس إيه اللي يخلي شخص عاوز يرمي نفسه في النوع ده من التعلق؟ أكيد كارثة كبيرة عقله مش عاوز يعيشها. إدمان المخدرات هو أشهر أنواع الإدمان، ممكن علشان أعراضه بتظهر على الناس عكس حاجات كتير تاني الناس ممكن تكون مدمناها ومش بيظهر عليها، زي الألعاب أو القمار، والقايمة تطول. المهم إن المدمن قصته جذابة جدا إنها تتعمل فيلم أو مسلسل، وهنا بيجي دور الممثل إنه يحاول ينقل للناس المدمن ده. فكرة تجسيد المدمن دي تعتبر واحدة من أصعب التحديات اللي بتواجه الممثل. الشكل بيتعدل بالمكياج دلوقتي، بس المشاعر هي اللي هتكون أصعب في إنها تتنقل من خلال الممثل ده. وهنا يولد التحدي للممثل ويخلي الشخصية زي ما هي حلوة في إنها تتناول كفكرة في فيلم، تبقى حلوة كتحدي للممثلين يثبتوا قدرتهم على التجسيد للشخصية دي. والسينما عندنا قدمت لنا أكتر من مثال للمدمن، زي أحمد زكي في فيلم المدمن، أو يحيى الفخراني في فيلم الكيف، أو عادل إمام في النمر والأنثى. والمفارقة المرة دي إن الأعمال كلها كانت في الثمانينات، الفترة اللي كانت أكبر فترة تعلق فيها الشعب بالمخدرات، ويعني نتكلم عنها قدام. بس نعرف إزاي الممثلين دول عملوا الأدوار دي، لأن التحدي كان مختلف على كل ممثل فيهم. بس في الأول، أنا عبد الرحمن، ودي بحب السيما. ثانية واحدة المرة دي، أنا آسف، لأن لسه سبسكرايبر عندي اللي بيتفرجوا 90% مش مشتركين. اعمل سبسكرايب، دي حاجة هتبسطني جدا. دي بقى السحر يا بيه. المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلق دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. تروح النار؟ لا، انت وكل اللي بيحبوا السينما ويروحوها. يعني انا رحت جهنم شوف كل الممثلين المشهورين هناك. طبعا بحب السيما قوي وموت. سنة 83 ذكاء فاجئنا بفيلم اسمه غريب عن أسماء الأفلام في الفترة دي. الفيلم اسمه مش كرياتيف بس غريب، فيلم اسمه المدمن، لا صورته كمان اللي على الافيش اللي باين عليها أثر النشوة الناتجة عن الجرعة اللي متعاطيها. فالفيلم كان اسمه، الصورة بتاعته كانت متوقعة قصته عن واحد مدمن، بس الفيلم استغل سهولة الفكرة عشان يعمل باك جراوند ستوري للشخصية. الشخصية دي ليها أدمنت، وحياتها كانت عاملة ازاي قبل الإدمان، وبقت عاملة ازاي دلوقتي وبعد الوقوع في الفخ ده. هي دي قصة الفيلم بتحكي عن مهندس ميكانيكا بيكون راجع من رحلة مع مراته وابنه، قام يعمل بيهم حادثة وبيموت الأم والأب، هو بيعيش فبيلوم نفسه على الحادثة دي، فبيحاول يلجأ لأي حاجة تبعده عن الإحساس بالألم، فبيلاقيها في المخدرات. وهنا وقع الوقعة اللي خسرته اللي ما خسرتهوش الحادثة، اللي باقي منهم وأولهم فلوس وشغله وكمان احترامه قدام الناس اللي كانوا يعرفوا بما فيهم الإكس بتاعته. هو هنا خلاص في التحدي بتاع عامل زي نزول بير. وليه قلت بير؟ لأن البير معروف عنه حاجتين، واحدة إن أكيد نزوله أصعب من طلوعه مهما كانت اتسهلت مهمة صعوده، عامل زي مراحل علاج الإدمان، اللي اتعالج في مصحة غالية واللي اتعالج في مكان أرخص. كانت محاولة الخروج بتاعته من عالم الإدمان صعبة وشاقة جدا، وأصعب بكتير من محاولة دخول الإدمان. والسبب التاني لذكر البير هو إن البير من تحت بيكون ضلمة، عامل زي المخدرات، أنت في ظلام ما بعد ظلام، وأنت كل شوية تنزل أكتر فالظلام بيزيد وتزيد صعوبة الخروج منه. دي كانت الرحلة اللي كان أحمد زكي محتاج يقدمها لنا بكل الأبس اند داونز بتاعتها في الرين ده من التجسيد. الدور ده كان صعب جدا لأنها بتظهر فيه أكتر من شخصية المهندس الميكانيكا الشاطر جدا، وشخصية المهندس الميكانيكا الحزين على الفقدان، شخصية المدمن، وبعدين شخصية مهندس الميكانيكا تاني بس مش زي الأول، لأن كل اللي حصل في الفيلم اتضاف على الشخصية دي. ودي هتلاحظها مثلا في تردده في سواقة العربية بعد ما خف. احنا هنا تركيزنا على الطريقة اللي اتعامل بيها أحمد زكي بشخصية المدمن. يعني أحمد زكي مثلا كان بيركب مكان الحقن في دراعه عشان يحاول يقدم الشخصية. كان من النوع اللي بيعيش قوي، بقى مدمن. كان بيخرج يبل ايديه ويعمل بضوافره في الطين ويعمل وشه كده ويعمل مش عارفه ايه، بس اول ما بشوفه بحس ان هو كانه شارب حاجه. بس كان في حاجة تانية أهم في تجسيد الشخصية ديت، هي عينين أحمد زكي عينيه طول الفيلم. المرحلة اللي كان فيها مدمن يعني كان فيها فكرة الإدمان نفسها، الهروب اللي المدمن بيطلبه،
هنا كان هروبه من إحساسه بالذنب بسبب تسببه في قتل مراته وابنه. إحساسه في الرغبة بالهروب دي تقريبا كان السبب في إن تجسيد أحمد زكي يكون صادق للدرجة الكبيرة دي. ونروح للعمل التاني بعد الفيلم المدمن بكام سنة، وبالتحديد سنة 85 نزل لنا فيلم من أهم أفلام السينما المصرية، تاني فيلم في خماسية علاء عبد الخالق ومحمود أبو زيد، فيلم الكيف. عارف إن الفيلم أعمق بكتير من فكرة إدمان المخدرات، بس أنا عندي حاجة تانية عايز أقولها بخصوص إدمان دكتور صلاح للمخدرات. يعني مزاجنجي عادي يكون تاجر مخدرات، البيئة اللي حواليه اللي هو وضع نفسه فيها خليك تقبل عادي إن هو يكون مدمن، بس صلاح دكتور عارف يعني إيه مخدرات وعارف تأثيرها، علشان كده كانت طريقة إيقاعه بالمخدرات لازم تكون مختلفة حلوة لدرجة تنفيذها الفيلم بعدها بسنة. بس الاستدراج بتاع دكتور صلاح كان إجبار، لأنك مهما حاولت ما كنتش هتقدر تقنع دكتور صلاح بالتعاطي. فهنا كانت قيمة الاستدراج ده، وإنك علشان تضعفه شيله من بيئته اللي هو فيها وهاته عندك، ولازم تأيده علشان تكمل فكرة إضعافه علشان يكون جاهز لاستقبال المخدر. وهنا تبقى حطيت الدكتور داخل قوس المدمنين، وهنا يقدر يظهر لنا ممثل عظيم بقدراته يحيى الفخراني بانه يقدر يقنعك بدور هو عامل عكس طول الفيلم. ازاي انت قاعد بتتفرج على شخص اول الفيلم صارم ومنضبط، شخص متعلم فاهم تأثير المخدرات، ازاي بقى الشخص اللي مش قادر يتحكم في نفسه، اللي عايز يبوس رجل الباص بيه عشان يريحه من التعب، ازاي هو وصل للمكانة اللي الناس اللي كان بيقول عنهم انهم بيخدعوا نفسهم بالوهم. كل ده يتوجه بالمشهد الاخير اللي هو كان فيه مش قادر يتصرف ويمنع نفسه قدام ابنه اللي كان راسم صورة قدامه طول الفيلم، الأب المثالي. يمكن أكبر جزء في إن الشخصية دي نالت مكانة كبيرة في السينما هي زمانها القصير، وفعلا قدم تعبيرات وتغيرات كتيرة في وقت قصير، من أول محاولته للمقاومة لغاية فرحته بإنه اتعلم اللغة. أنا اللي ستفت الأونطة جوه الشنط، وأنا اللي صحفظت الهوا وبهيصت الشفاشي باللولو. أنت اللغة. بعدين نروح على النمر والأنثى. دلوقتي احنا خلاص خلصنا الدكتور والمهندس، بعد ما دخلت المخدرات لقطاع كبير من الناس فاضل الجانب المفروض يمنع المخدرات من الوصول، وفي الحالة دي هما جهاز الشرطة. فكان هنا روعة فيلم زي النمر والأنثى. عندنا ضابط شرطة مزروع في بيت لتاجر مخدرات، فعامل البيئة هنا اللي هو كان متحصن بيها راح زي ما حصل مع دكتور صلاح، يعني هو بقى تقريبا وحيد. فهنا كانت سهولة استدراجه وكان مختلف عن طريقة دكتور صلاح. استدراج وحيد كان أهدى وأسلس، ويمكن عدم تطبيق دكتور صلاح كان أذكى حل اتعمل، لأنك ما تقدرش تخلي ضابط ياخد المخدرات غصب، لأن في الحالة دي بتسلم نفسك، بس تقدر تعوده عليه. هو هنا مفيش تحدي زي تحدي أحمد زكي في فيلم المدمن الهروب من الذنب، يمكن مشابه شوية لتحدي دكتور صلاح، تحدي انكسار الاتنين من القيم اللي بيمثلوها في المجتمع، سواء اللي بيحمي الناس منها أو اللي بيعالجهم منها. فانكسار القيم دي كان لازم يتقدم كويس من خلال الممثلين دول. على قد ما يكونوا صادقين في أدائهم الفكرة هتوصل للناس بشكل أفضل. وبالرغم من حلاوة الفيلم وحبي ليه، يمكن مش من توب 10 أفلام عادل إمام بالنسبة لي، بس برضو أنا شايف إن عادل إمام ما كانش بيمثل هنا بطاقته المعتادة، بالرغم من تقديم المشاهد بشكل كويس جدا، محدش يقدر يقول إنه كان وحش، بس مش من أحسن أداءاته خالص. يمكن علشان الجزء الأخير دي مش شبه عادل إمام خالص، ما تحسش إن عادل إمام بيبدع في الانتصار زي إبداعه في مشاعر تانية خالص. انا مدمن هيروين، مش عايز ارجع له تاني، عايز ابطله. ساعدوني، وقفوا معايا بالذوق بالعافيه، خلوني ابطله. توني بتقطع قدامكم لو اصعب عليكم. عايز افوق، عايز افوق. طب ايه اللي انا عايز اقوله من الفيديو وليه الثلاث ادوار دول بالذات؟ وايه اجابه السؤال اللي كان في الاول؟ احنا بعد حرب اكتوبر كان في عندنا نشوه قويه بسبب الانتصار. النشوه دي بدل ما تتوجه في بناء البلد من تاني بعد ما الحرب والحزن كان مسيطر على الناس، ما كانتش عارفه تشتغل. اللي حصل بعد كده كان قرارين خلوا النشوه دي تتضرب بيها عرض الحائط. اولهم كان المعاهده، وبعدين الانفتاح الاقتصادي. البلد بقى عامل زي بوتيك كبير، فاحنا كنا في الوقت ده مش عارفين ومش فاهمين احنا مش هو في ايرور غريب جه علينا. انا كمان مش فاهم، مش هقدر اقول لك لان انا خلاص ما عدتش فاهم انا بشتغل في ايه. احنا بقينا سلطه وسلطه بالمايونيز كمان. لازم اي حاجه تعوض النشوه دي، حتى لو كانت نشوه ذات عمر قصير. فكان مين مستنينا؟ ايوه، ابو قلب حنين اللي ما بيزعلش حد. تعالى يا بيه، خد عيش ساعتين في نعيم، خد عيش تاني، خد تدمر اللي ما قدرش تدمر الحرب، خد مش ده دكتور اللي المفروض يعالج الناس بلا علاج بلا بتاع، تعالى هنا هات لي المهندس ده، انت فاكر نفسك هتبني ولا هتصلح؟ تعالى يا عم
لا استنى، في مكان تاني، هات الظابط ده بالمره، ده المفروض يحمي الناس من السموم دي. بلا حمايه يا عم، ده متدمر، هيحميهم من ايه؟ هاتوا هنا. كله كان متدمر مش من الحرب اللي كانت مخليه في كل بيت شهيد، لا من عدم الايمان ان بانهم يقدروا يبنوا البلد تاني. البلد كان في اضعف فتره ليه بتعدي على البلد دي. احنا مرينا من اصعب لحظات حياتنا بانتصار ما توجهش صح، فبينا في اضعف لحظه لينا. بس هي 67 كان ليها نهايه 73. هل كان الوقوع في المخدرات ليه نهايه وقومه تانيه؟ هو وحيد اتعالج وخالد خف، بس دكتور صلاح ما اتعالجش، لا وكمان مبسوط بالوضع اللي هو فيه. يمكن عشان احنا لغايه دلوقتي ما عالجناش المشكله ولسه النشوه ما توجهتش. زي الباشمهندس خالد هيفضل حزين، والظابط صلاح هيفضل متردد وحبه النعيم. وبس كده اكون انا خلصت. لو عندك اي حاجه عايز تناقشني فيها، الكومنتس تحت اكتب فيها اللي انت عايزه. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير، وما تنساش اخواننا من صالح الدعاء. ولو حابب تسمعني تاني اعمل اشتراك. سلام.